إذا تغيير لكل فريق، وبطاقتان صفروان للإنتاج، بطاقة للأهلي. وادي هنا ضربة جزاء يحتسبها حكم اللقاء لصالح مانجا في أول اختراق وانطلاق من ناحية اليمين، ورايحين على طول. ادي عمرو جمال بيهنيه، انما حكم اللقاء وبيدي انذار لعمرو فهيم. بطاقة صفراء لعمرو فهيم، هي الثالثة إذن في البطاقات الصفراء. 11 والسعيد يسكنها الشباك، وسجدة شكر يعلن بها تقدم النادي الأهلي بهدف وحيد. هو كان صاحب الهدف الأخير للأهلي في الإنتاج الحربي في الموسم الماضي، لكن مع الدقيقة 69 يحرز عبد الله السعيد هدف من ركلة جزاء يشعل هذا الهدف اللقاء من وجهة نظري، لأن فريق الإنتاج الحربي كان ماشي بشكل جيد بالمباراة. ما زالت مستمرة. تريزيجيه بيجيب الكرة، بيستخلص الأهلي الكرة بسرعة شديدة في الشوط الثاني، فدي عاملة شكل حلو. الجول الثاني ابن الألمونيوم القادم من أقصى صعيد مصر عمرو جمال يحط بصمته ويأكد. السنة اللي فاتت جاب جول يا جماعة في غزل المحلة في مباراة عصيبة 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 في توقيت قاتل. ادي طارق سليمان فرحان، واكيد احمد ايوب، واكيد علي ماهر، واكيد محمد يوسف دخل في توقيت قاتل، خطف الكرة من قدام مدافع، من قدام عمرو ومن قدام نادر. شوفوا نادر يعني بيكظم غيظه، يعني زي ما بيقولوا ايه، ضاغط على اسنانه زي ما انتم شايفين. لقطه في غنى عن التعليق، لكن اللاعب صاحب المهاره، اللاعب الصاعد الواعد صاحب الحماس، بيحط نفسه صح ويحرز الهدف بشكل جميل قبل نهايه المباراه ب8 دقائق. قبل نهايه المباراه ب8 دقائق، يعني في الدقيقه 37 عمرو جمال يطمئن مدرب